السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كتسمعوا هذه القضية وانتم في أحسن الأحوال ديالكم. قضية اليوم قضية اللي غتخلي الراس ديالكم يضخ، ما تعرفوا شكون المتهم وشكون المجرم. يعني غيكونوا بزاف ديال المتهمين، وفي الاخر القاتل او اللي ارتكب الجريمه ما عنده حتى شي علاقه بهادو اللي غادي تسمعوا، بهاد الشخصيات اللي غادي تسمعوا. بلا ما نطول عليكم ندخلوا في القضيه نيشان. القضيه ديال اليوم قضيه ديال كريمه اللي من مدينه ديال الدار البيضاء، مدينه الدار البيضاء. هاد السيده هذه عندها 51 عام، عندها بنت واحده وهي خديجه. واحد الصباح ناعسه خديجه، يعني البنت ديال الضحيه، ناعسه وهي كتشوف التليفون كيصوني في الصباح بكري. كتشوف التليفون كيصوني وكيعاود، بغاتش تجاوب، عاوتاني كيصوني ويعاود. المهم اكثر من 30 عيطه هي ما بغاتش تجاوب. فهنايا حتى كتشوف الراجل ديالها دخل. خديجه نوض لبس عليك، راه الام ديالك توفات. كيفاش توفات وانا عاد البارح كنت معاها؟ كيفاش توفات؟ كيف كتسمع دابا؟ قدر الله وما شاء فعل. يلاه نمشيو للدار د ماماك. فبحكم ان الدار ديال الراجل ديالها والدار ديال الام ما كانوش بعادين بزاف، فمشاو، ولكن الطريق ما بغاتش تقاضى، كتبان لها الطريق كطول ماشي كتقصر. حتى ملي قربت كتجبر الناس بزاف، والبوليس. المهم ديك الناس فوق الخيال، يعني ماشي انها خلاتها بان الموت الام ديالها راه الموت طبيعي، لا، خلاتها ديك الساعه تستنتج بان الموت ديال ماماها ماشي عاديه. فملي وصلت البوليس ما خلاوهاش تدخل، لا هي ولا الراجل ديالها. لا، ممنوع تدخل للدار حاليا. الدار مسرح الجريمه، اللي هذا خصنا نهزوا البصمات منا ونعرفوا شنو وقع بالضبط، باش متخسرناش شي مسرح الجريمه. هادشي اللي كاين. فتما بداو الجيران شبروها كيواسيوها. الام ديالك كتعرفوا ديك الاول كل واحد كيكون عنده خبر في شكل، حتى شي واحد ما عنده الخبر اليقين، كل واحد كيقول معلومه. فهنا حاولوا يوصلوا لها بان الام ديالها ماتت مقتوله. كيفاش؟ علاش؟ شكون؟ الله اعلم صراحه، حتى واحد فهاد الساعه ما عارف. مهم البوليس، الشرطه العلميه والتقنيه كاملين كيقوموا بالدور ديالهم. ها اللي كيهز البصمات، ها اللي كيشوف واش المجرم يكون خلى شي دليل. المهم هزوا الجثه، داوها الطبيب الشرعي، يعني باش يقوموا بالتشريح، سبب الوفاه، فوقاش ماتت. المهم هذا هو الطبيب الشرعي، هادشي اللي كيقوم به. فداك الشيء مشاو هزوا الجثه. اول وحده غادي يستجوبوها هي البنت، حيت هي البنت الوحيده اللي كانت. فهنا الام ديالك واش عندها شي واحد، عندها شي مشكل مع شي واحد؟ البنت ما قادراش تجاوب، غير مصدومه كتقول لهم ولا ما كتزيد حتى حاجه. يعني السؤال كيتجاوب ولا لا، يعني ما كتزيد على مصدومه. يعني البنت مصدومه. كيفاش انا الام ديالي كنت معاها البارح، اليوم جاني الخبر بانها صبحت مقتوله. يعني الصراحه العقل ما كيبغيش يستوعبها. نرجعوا معاكم شويه لشكون هاد كريمه اللي كانوا عندها جوج الوليدات، وفي السن ديالها 51 عام. يعني تزوجت صغيره، حيت البنت ديالها عندها 28، هي تزوجت صغيره عندها 51 عام. فداك الشيء الولده ديالها كانت خلاتو مع اختها يعني اللي بلاتي. انا اشرح لكم، صبروا عليا حيت هاد العائلات كيبقى شويه يخرقوني. خلات الولد ديالها مع اختها غفلت على ديك الوليد، طاح من الشارجن، مات. قدر الله وما شاء فعل، كان هذاك السبب. فهنايا كريمه دائما كانت كتهم اختها بانها هملت بنا حتى لدرجه انه طاح من الشارجن ومات.
دائما كان عندهم المشكل، دائما متدابزين، عمرهم ما تفاهموا، يعني تقريبا واحد 15 عام عمرهم ما تفاهموا، شي ما دخل عند شي. والراجل ديال كريمه حتى هو كان متفق مع مراته، فبقات لهم غير هاد البنت خديجه. فهاد خديجه ملي كبرت بداو كيبغيو بعضيتهم. ولد خالتها اللي كانت السبب، ماشي هي السبب ولا السبب الله سبحانه وتعالى، كان مقدر اللي طاح الولد ديال كريمه من الشرجن ديالها. بداو كيبغيو بعضيتهم، الاب عارض، ما يمكنش، هذاك اصلا هما السبب اللي كان خاك مات، حرمونا من الكبيده ديالنا، لهذا مستحيل انك تفكر تتزوج بولد خالتك. في 2008 لا في 2006 توفى الاب. ملي توفى الاب في 2008 تزوجت خديجه بولد خالتها، يعني صدمت في الهارد راد ماماها وتزوجت بولد خالتها. فالشرط اللي كان عند ماماها، حيت هذيك بنتها الوحيده وهي العينينه اللي كتشوف بها، قالت لها راجلك عمره ما يدخل عندي للدار. فدائما فيما كتلاقى خديجه مع الام ديالها دائما المشكل والصداع في نفس الشيء. فدائما كتقول لها شوف، خصكم تخرجوا من الدار ديال خالتك، انا هذيك الدار اللي مات فيها بني ما كان حمله ما كان قبله، وتاتينا يوقع لك فيها شي حاجه مشيو تكريو. فما كتجي كتقول حنايا ما عندناش الفلوس باش نكريو، اذا بغيتي نجيو نسكنوا معاك. هذا هو المشكل اللي كاين بين خديجه والام ديالها. فملي بداو دابا رجعوا للقضيه، ملي بداو كيستجيبوا الجيران كاملين كانوا متفقين على هضره واحده، وهو ان كريمه عندها الخلاف مع بنتها وراجل بنتها، يعني كاملين كيلمحوا بان يقدروا يكونوا هما اللي عملوا هاد الجريمه. فرجعوا نراجل بنتها وخديجه، وعاودوا سقساو، قالت لهم انا دائما عندي الخلاف مع ماما، ولكن ماشي لدرجه انني نصفيها الام ديالي، مستحيل، حيت هذيك في الاخر كتبقى الام ديالي. وشنو كان عندنا المشكل؟ وهو على الدار. فانا في اخر مره باش الناس جاو فرقونا، يعني في الليله في النهار في الليله اللي غتقتل فيها كريمه، كنا كنغوتو. انا قلت ماما، قلت لها غادي نجي نسكن معاك في الدار. هي قالت لي لا، قالت لي اذا جيتي بوحدك مرحبا والف مرحبا. وهاد خديجه كانت حامله من 3 شهور، وخاصه ان عرفت الام ديالها انها حامله وبلا ما تقولها لها، يعني بنتها حامله وما قالتهاش للام ديالها. فتما تعصبت كريمه، قالت لها بنتي واحده اللي عندي كتخبى عليا الحماله ديالك، المهم الروينه. هذا هو السبب. قالت لها بغيتي تجي للدار مرحبا والف مرحبا، اذا ما هزتك هاد العين توزك هاد العين، ولكن راجل ديالك ما يدخلش عليا ابدا. هو كان معاها في الدار، يعني البنت والراجل ديالها كانوا مع بعض مع كريمه في الدار. في ديك الساعه هنايا الجيران دخلوا وفرقوهم وصيفطوا خديجه بحالها، وهذيك الجاره جبرت الام ودخلت معها للدار، حيت هي عماره يعني باب حدا باب، يعني ماشي بعادين على بعضيتهم. دخلتها فكريمه بدات كتعاود لها، كتقول لها شنو وقع وشنو، كتعاود لها داكشي ديطاي. انا بنتي وحده ومحرومه منا وانتم عارفين شنو السبب، انا اختي عمري ما حملتها، دائما هي السبب اللي مات بني، يعني مره ما نساتش بنا، ودائما هذيك اختها هي المتهمه الرئيسيه في عينها، يعني عمره ما يطيح هادشي. وبنتي اصلا معايشاها في العذاب، حيت عرفاني انا ما كنحملهاش، هي ديك الكره كتخرجوا في بنتي، فانا كنقول لها تخرج تكري وهي خصها تجيب لي الراجل من الدار. هذا هو المشكل. فتما قالوا لها البوليس شمن ساعه خرجت عندك كريمه؟ قالت لهم شوف، انا الساعه ما انتبهت لها شي مزيان، ولكن تقدر تكون خرجت مع 9:30. اذا تقدر تكون خرجت مع 9:30. واخا هنا غيخرج تقرير ديال الطبيب الشرعي، الطبيب ديال التشريح، هنا غادي يخرج التقرير ديالو وغادي يقول كريمه تقتلت بين 9 حتى ل 10 د الليل، بين 9 ل 10 د الليل. تقدر تكون تقتلت في 9 وقسم، 9 وقسماين ونص ضارب، يعني هاد الساعه المكانه في اي لحظه تكون تقتلت. اذا هاد الجاره مشكوك فيها الصراحه، تقدر تكون هي، حيت هي اللي الاولى اكتشفت الجريمه، هي اللي دخلت الكريمه عندها. بزاف الاحداث هي اللي كانت كتعيط من بنتها،
بزاف الاحداث كيدوروا على هاد الجراء. هاد الجراء ما يمكنش، ضروري عندها اليد في هاد القضيه، ضروري ومؤكد. اذا ولكن هاد الجاره ملي كيدوروها في راسهم كيجبروها كتقول لهم الحقيقه، قالت لهم النهار اللي جبرت القرعه في ديك الليله كتبغي تبعد عليها وكتبغي تعاون البوليس باش يجبروا القاتل. ف شنو غادي يعملوا؟ غادي يستناو تقرير ديال الطبيب التشريح اللي قال لهم تقتلت بين 9 و 10 د الليل. يعني تقدر تكون تقتلت في اي ساعه ما بين، يعني ماشي في اي ساعه، يعني في هاد الساعه تقدر تكون تقتلت مثلا في 9 وقسم 9 وقسماين 10 الا ربع، يعني في هاد الساعه هذه تقدر تكون تقتلت. بقاو شكون يقدر يكون عملها؟ الابنه كتنكر وما عندنا حتى شي دليل عليها، البصمه ديالها باقي ما وصلناش للبصمات، التقرير ديال البصمات شنو غادي يكون قال. ولكن الطبيب التشريح كيقول لك ماتت مخنوقه، يعني جبروه اصلا، هي ديجا جبروها كانت زرقاء، يعني معروفه انها ماتت مخنوقه بالحبل. فديك ساعتك غيخرج تقرير ديال طبيب الشرعي، ماشي الطبيب الشرعي، ديال البصمات. فيجبروا في المسرح الجريمه بزاف ديال البصمات، يعني واحد العدد كبير، بان كتعرفوا ملي كيسمعوا الناس الجريمه وداكشي، يعني كلشي خصو يطلق، خصو يشوف، خصو كلشي يدي الصح. فالا واحد البصمه جبروها في البيت نعاس على الماريو. فمستحيل هاد البصمه هادي واخا يكون معاك شي واحد ضايف ولا مثلا، ما يمكنش يوصل للماريو ويدخل حتى ليدو حتى البصمه حتى لداخل، يعني غريبه. من غير البصمه ديال كريمه كاينه بصمه ثانيه، وهي البصمه تاع البنته ما كايناش في الماريو، يعني البصمه ديال هاد الولد اسمه سليمان. شكون هاد سليمان وهو الجار ديالها ديال كريمه. وشكون هو شكون الام ديالو؟ هي هاد الجاره. فالبوليس غادي يستدعيوه. سليمان، البصمه ديالك اش كتعمل في الماريو؟ هاد سليمان ديجا عنده سوابق وديجا محكوم عليه، يعني ديال السرقه ديال المخدرات. كل مره بعد نوض كيتحكم 6 شهور، بعد نوض عام، بعد نوض 9 شهور، كل مره باش كيتحكم. اسيدي ضروري البصمه ديالي غتكون تما، حيت انا ملي سمعت الجريمه دخلت. لا، الناس كاملين دخلوا، جبرنا البصمه ولكن جبرناها في البلاصه اللي كانت فيها الجثه. اما في البيت النعاس راه ما جبرنا حتى شي بصمه من غير البصمه ديالك. شنو كتعمل البصمه ديالك في الماريو ديال كريمه؟ فبقى كينكر. لا سيدي، وحنا هي الجاره ديالنا واكيد غادي نكون دخلتي عندها ولكن ماشي غتكون دخلتي حتى البيت النعاس، دخلتي للكوزينه، دخلتي للصالون. بقاو كيحاوطوه، يعني كيضغطوا عليه حتى الاخر اعترف. قال لهم انا في هذيك الليله خطط، نفذت، طبقت. ملي شفت الام ديالي كتعطي الفلوس كريمه وهي كتعاود المشكل ديالها اللي وقع بينه وبين بنتها، فقلت اكيد العقل ديال البوليس غادي يمشي نهيشان بنتها وراجل بنتها اللي قتلوها، حيت عندها مشاكل معها كبيره. فتما ملي عطات الام ديالي 13000 درهم لكريمه، مشات في حالها. ملي مشات في حالها قبل ما توصل لبيت النعاس انا دقيت عليها، خرجت من عندي. سليمان ياك لاباس ماما؟ قال لها ماما خصها شي حاجه من الكوزينه. فاستغربت، قلت له انا عاد كنت معاها، يعني ما كنظنش لا عاد نسات، عاد تفكرت. فهي دخلت للكوزينه، حشمت شو الدباب. هي قبل ما توصل لديك الكوزينه تا كيكون مشى بشويه جيفه بديك الحبل، حتى جاب جوج تهاميده مسكينه، هز ديك الفلوس كانوا باقيين في يدها، مشى للبيت، فتش على الذهب، هزو، قال انا قتلت اللهم الا عندها شي حاجه مهمه حتى هي ناخذه. مشى جبر الذهب، جبر شي فليسات اخرين زايدين. مع هي تبارك الله كانت خياطه، يعني مرا برزقه، يعني ما ناقصتها شي خير. فنفذت الجريمه، خرجت في حالي، مشيت نيشان الدار ديالنا. يعني حتى باش الام ديالي تفكر في شي حاجه او لا خليها تشك راه ما يمكنش، يعني بهفه. يعني خرجت من الدار من بعد 10 دقائق كنت في الدار، يعني مستحيل انني شي واحد يرتكب جريمه في هذه المده هذه الوجيزه. فبقاو غير كيشوفوا.
مشى مثل الجريمه كيفاش وقعت، تحكم عليه بالمؤبد. خديجه ديك الدار اللي كان دائما عندهم المشكل عليها، اللي كتقول لهم هذا الحق دبا وخصني نجي نسكن فيه، دابا بقات ديالها كامله. ولكن الام ما كتعوض شي بمليون دار، ماشي غير دار وحده. دات قدامه الامانه امانته. اخر مشى للمؤبد على مثلا هو ما كانش يخصو حتى ديك 13000 درهم، يعني واحد 200 درهم ولا 300 درهم اللي صدق هو طيح عليها روح باش يمشي يشري باليه ديالو. الام ديالو مسكينه اللي بقات كتقول انا اعز صديقه ديالي والحبيبه قلبي، مشات على اليد ديال الولد ديالي اللي ما تمنيت حتى شي ولو الغريب ماشي الا صاحبتي اللي كنت كنخويو على بعضياتنا المزيونه والخايبه. ايوا هادشي اللي كاين هنايا وصلنا للنهايه ديال القضيه ديالنا، والى قضيه اخرى ان شاء الله باذن الله.